شنو سالفه الطفل اللي صاب باحتفالات الفوز؟ انا بقطر، قعدت الصبح ولد صديقي هم مطيني تاج، قعدت الصبح لقيت بالانستغرام علي بهجت ومحمد العزاوي، وايضا امي داز يعني اخويا دازت لي فيديو، ففتحت الفيديو شفت انه الطفل يناشد ايمن حسين انه من فايز المنتخب، جاي طلقه براسه واقفه هنا. اي فاخذت الرقم، خابرني قلت لهم ايد الرقم خابرني مال الاعلامي اسعد، فخابرته قال اليوم راح اروح لهله، قلت له انا اتكفل احنا اللاعبين على اساس يجمعون، قلت يعني يجوز لاعب يعطي $1000 يعطي 2000 ما تكلف، يعني يجوز تكلف $20,000 او 30. فجاي خابرنا ابراهيم بايش، قال لي سمعت خابرتني على استاذ اسعد، فقال ايمن راح يتكفل بالعمليه، فقال لي انا ادخل وياك، كان وياك بالنص. ابراهيم بايش. اي هو هسه خطيه مريض بالمستشفى. هو الطفل؟ لا ابراهيم خطيه. الطفل هم نفس الشيء، طلعوا جوازات هسه. ودوا التقارير لتركيا ان شاء الله. اي المهم خابرناهم، فقلت لهم احنا نتكفل من 25 دينار ل 200 مليون. يعني مو رياء ولا ابل، بس هو الطفل يعني انه انا والدتي قالت لي اعتبره اخوك. اي وهو جاي يركض، يعني تقول لي والدته من حكيت وياها يعني تقول لي والله من انت قولت يروح يبوس الشاشه، لان هو طلب بالاسم قال ايمن حسين. فقلت لها ايش قد يتكلف؟ انا واخوي ابراهيم هو اللي قال انا وياك بالنص، وابراهيم ايضا راح لهم، انا ما قدرت اروح لهم. فاليوم خابروني قالوا احنا كملنا بس ننتظر بعد الفيزا. قلت لهم انا من تروحون تركيا انا اجيكم لتركيا. كفو، عاشت ايدك، طبقه. لا كفو منك، واجبنا، هذا فضل من رب العالمين، يعني مو انه رياء قدام الناس او فشي، اللي نقدر عليه احنا نساعده، يعني الحمد لله والشكر، كنا فقراء والله فضل علينا، اكيد نساعد الناس الفقراء. انا احسبني وياكم. انت فقير؟ لا مو فقير. ابوي فقير. لا احسبني وياكم يعني بمساعده. رب يحفظك ان شاء الله. تضيفني وياكم نفر.